واش عمرك فكرتي علاش البنات الذكيات واللي عندهم وعي عالي هما الاكثر عرضه للتفكير الزائد؟ في هذا الفيديو ما غاديش ندويو على الافكار المبتذله ديال شرب الماء نفسي مزيان وديري السبور. هذا الشيء مزيان، ولكن غادي نحاول نفهموا الميكانيزم ديال التفكير الزائد ومنين كيجينا، لانني انا كنامن بانه ما يمكنش نحارب واحد الحاجه وانا ما كنعرفهاش. اذا غادي نفهموا الميكانيزم ديالو وكيفاش غادي نحول ديك الطاقه الفكريه وديك الصداع اللي عندي في راسي لواحد الصلابه نفسيه. الا كان عندك صداع بزاف في راسك هاد لا فيديو لي. اول شي حاجه خاصنا نتفقوا عليها بانه وتفهميها لراسك بانه ماشي مرض، هو ديفنس ميكانيزم، يعني آلية دفاعية. يعني عقلك كيدير هذاك التفكير الزائد باش يحميك من بزاف ديال الحوايج. هو عبارة عن خوف كيولد لنا هذوك الافكار باش يحميك سواء من الفشل ولا من الاخطاء المهنيه ولا اخطاء شخصيه ولا الرفض ولا الندم على شي حوايج اللي خايفك ديري شي حوايج وتندمي عليهم مستقبلا. هنا هادشي غادي يفكرنا بواحد الايفيكت كنت دويت عليه في لا فيديو اللي من قبل هذا وغادي نعاود نتكلم عليه، هو الفومو ايفيكت، fear of missing out. كتخافي من انه تفوتك شي حاجه. كنت شرحت المثال ديالو بالصولد، الا كان شي تخفيض ما كيكونش خاصك داكشي تشري كتمشي تشري غير انك كتخافي. غنعاود نشرحو بمثال اخر ديال مثلا ديال السوشيال ميديا. كتكوني انتي فيك النعاس وما باغياش اصلا باغيه تنعسي، ولكن لا كتبقاي تشدي تليفونك وكتبقاي تسكرولي لانه خايفه تفوتك شي حاجه. خاصنا نفهموا بانه كاين واحد العلاقه وطيده ما بين الفومو ايفيكت وما بين الاوفر ثينكينغ، لانه لو ما كانش عندنا الفومو ايفيكت ما غاديش يكون عندنا الاوفر ثينكينغ. النهار اللي غادي تخلصي من الفومو ايفيكت غادي تهناي توتالمون من الاوفر ثينكينغ. علاش؟ لانه منين كتبقاي تفكري وكتقولي شوف البنات في العمر ديالي، شوف شنو نارو وشنو وصلوا وكذا، وانا غادي تفوتني الحياه وغادي يفوتني كذا وداكشي، هادشي نيشان كدوزي الاوفر ثينكين. كتبقاي شنو هو الغلط اللي درت في حياتي وعلاش انا فين غلطت بالضبط وفين شنو اللي كان خاصني نديرو ما درتوش وكذا. يعني هذا الخوف كيلو حنا لواحد الحاجه اللي هي اسوأ من ذلك، كيلو حنا لواحد لا باراليزي ديال القرارات، يعني شلل في القرارات. ملي كتبقاي تقولي مثلا انا غادي بغيتي تاخدي واحد القرار في حياتك الشخصيه ما كتقدريش تاخديه. علاش؟ لانك كتخافي انك تجيك واحد الفرصه في المستقبل احسن من هذيك الفرصه اللي جاتك دابا. يعني كتخافي لا تفوتك شي حاجه، كتخافي من انه تفوتك واحد الفرصه احسن. يعني النهار اللي غادي تفهمي الفومو ايفيكت غادي تحاولي تخلصي منه، غادي تخلصي من بزاف ديال المشاكل النفسيه. وبحالاش غادي نتخلصوا من هذا الفومو ايفيكت كنبدلوه بالجومو ايفيكت. جومو هو joy of missing out. كتستمتعي بانه الفرص كتفوتك. مثلا انا جالسه في الدار ما سافرتش هاد الصيف وكيبانوا لي الناس كامل وسافروا، ما نبقاش نقول ولا وعلاش انا ما سافرتش وفين غلطت وشنو درت وهذا وشوف فاتني. خصك تفهمي بعدا بانه علاش نتيا ما سافرتيش. انا ما سافرتش لانني خدامه، بالعكس انا كندير واحد الحاجه زوينه. ما سافرتش انا قريت، يعني حتى انا كندير واحد الحاجه زوينه. الا ما خدمتش شكون اللي غادي يخلص لي البيلز ديالي؟ شكون اللي غيدير لي بزاف ديال الحوايج اللي انا كون ما كنتش خدامه ما غاديش نديرهم؟ يعني حتى انا راه كندير واحد الحاجه زوينه، وحتى انا واحد الشخص اخر كيشوف حياتي وكيحس بالفومو من حياتي انا. دائما فكري وشوفي الكاس من الجهه العامره، ما تبقايش تشوفي الكاس من الجهه الخاويه. ديما كنشوفوا ماشي غير ديما الناس اللي احسن منا، وخصنا نفهموا بانه احسن طريقه باش تخلصي من الفومو افكت واكثر اسوأ شي حاجه كتغذي الفومو افكت هي السوشيال ميديا. واحسن طريقه باش تخلصي منه هي ديري واحد ديتوكس من السوشيال ميديا. راه عقلنا مبرمج بانه يشوف 5000 ستوري و66000 ريلز في النهار ديال واحد الناس عايشين حياه مثاليه مسافرين وكذا ومحققين كلشي في حياتهم. راه سي نورمال تحسي بداكشي اللي ديال الفومو. اللي خص يكون عندك واحد الوعي بانك نتيا راك كتلقاي داكشي اللي ما خصكش تلقاي اصلا. يعني ديتوكس من السوشيال ميديا واحد الحاجه اللي ضروريه ولات في هذا الزمن هذا. واحدة من أحسن الطرق اللي وصل لها علم النفس الحديث في التخلص من التفكير الزائد هي المحكمة الفكرية، ولا كيف كيتقال لها الفاكت ضد الإيموشن. كيفاش محكمة فكرية؟ خاصنا نفهموا بأن هذا الصداع كامل راه جاينا من عقل اللاواعي ديالنا. عقلك اللاواعي أي حاجة قلتيها ليه كيصدقها، ما كيعرفش، هو ما كيفصلش ما بين الحقيقة وما بين الواقع والخيال، ما كيفصلش ما بين الحقيقة والكذب.
هو داكشي اللي كيتقولي ليه واللي كيسمعو هو عنده فاكت، عنده حقيقه وكيامن بها. يعني ملي انا نجي نقول راه هذاك الشخص تعامل معايا واحد التصرف خايب وقصد 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 وقصد، ملي كنقول هذا الشيء العقلي راه هو ما كيعرفش واش هذا الشيء بصح وقع ولا لا، ولا غير انايا تخيلات وكذا قلتهم من راسي. يعني ملي نرجع للدار من ورا واحد اليوم متعب ونبقى نقول راه هذاك الشخص راه قال لي وفعل لي وكذا قصد، هذا نوع من التفكير الزائد. اول شي حاجه خصني نديرها محكمه فكريه، يعني كنتعامل مع عقلي كقاضي. ملي تجيني هاد الفكره هادي بحال هكا خصني انا نحط واحد السؤال، واش عندك شي دليل ملموس على هاد الهضره؟ كاين؟ ما كاينش؟ ما كاينش. خصنا نعرفوا بانه 99% من الافكار ديال التفكير الزائد هي فقط مجرد افكار ما عندها حتى شي علاقه بالواقع. يعني ملي غتطبقي هذه المحكمه الفكريه ديال كاين دليل ملموس ما كاينش لا، غادي تهنئ صافي عقلك كيتبرمج على انه ما عنديش دليل ملموس، ما كاينش، صافي ديك الفكره تحيد، ارى ليا فكره واحده اخرى، وغتبقاي بحال هكا. صافي عقلك ما غاديش بحال ما غاديش يلقى فيك واحد الفريسه اللي يقدر يبقى يطبق عليها هذاك الشيء ديال الافكار السلبيه وديال الافكار ولا بعض المرات كتجيك افكار ديال انه راه غادي توقع كذا ورا المشكل اصلا باقي ما وقعش، ولكن انت من التفكير الزائد كتبقاي تفكري فيه. ملي غادي نجي نقول لراسي واش عندك شي دليل بانه هذا المشكل وقع، الجواب هو لا، صافي غادي تمشي ديك الفكره ما غاديش تبقى. في حين الا ما حطيتش راسي قدام الامر الواقع وبقيت كنعيش داك المشكل على اساس انه كاين وديك الفكره وقعت، راه غادي نمشي فيه بعيد، بحال غادي نعيش داك المشكل واخا ما وقعش انا كنعيش بحال الا وقع، غير مجرد تفكير فيه. يعني خصنا نفهموا كيفاش العقل اللاواعي ديالنا كيصدق الافكار اللي كنقولوا. دائما كنتكلم على هذه الطريقه وغادي نبقى دائما كنتكلم عليها في جميع لي فيديو ديالي. كنت تكلمت عليها في الفيديو الجوج اللي من قبل وغادي نبقى دائما كنتكلم عليها. علاش؟ لانه احسن طريقه كتعطي نتائج، وكنتحدى اي وحده فيكم عندها مشكل ديال التفكير الزائد وتستعملها وما غتعطيهاش نتيجه. كتعطيك واحد الترتيب ديال عقلك، كتكون عقلك كتحسي به مستف، كل حاجه محطوطه في بلاصتها. هاد الطريقه هي الجورنالين، هي الكتابه. ملي غادي تبقى عندك عاده سواء في الصباح سواء قبل ما تنعسي، المهم فاش يكون سالا النهار ديالك ولا فاش غادي تبغي تبداي النهار ديالك، من الاحسن قبل ما تنعسي. المهم فاش يسالي النهار ديالك تشدي ورقه وتكون عندك مذكره ديالك ولا دفتر وتبقاي تكتبي. ملي كتخوي راسك وكتحطيه فوق واحد الورقه، كتخوي دوك الافكار ديالك كتفرغيهم فوق واحد الورقه. ما يمكنش تكوني نتيا قبل ما تكتبي هي نتيا نفسها اللي مبعوره ما كتبتيش. ما يمكنش. 1 زائد 1 كتساوي 2. ما يمكنش نتيا خويتي راسك في ورقه وبقيتي نفس الشخص بنفس الصداع في راسك مورا ما كتبتي. منين كتكتبي كل شيء، كتبي اي شي حاجه، خص غير تكون عندك ديك الجرأه ديال انك كتبي كل شيء. كتبي طق 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 طق، انا ما عجبتنيش هادي وما عجبتنيش هادي وما عجبتنيش هادي، وانا كنفكر لو انه كانت هادي وهادي وهادي، وانا كنقول كتبي كل شيء. اي فكره جات لك، ماشي بالضرورة تبقاي تنظمي الافكار، اي فكره جات لك فهادي كتنعسي الله مرتاحه، ما كاينش حتى ملي كتحطي راسك على الوسادة كتمشي، لانه صافي عقلك تخوى. وكاينه واحد الحاجه اخرى، ملي كيكون عندك واحد الوقت منظم ديال الجورنالين تبقاي تقولي لراسك صافي راه مع الوقت الفلاني حنا راه كنكتب، كتبقاي تاجلي لراسك تقولي واخا حتى مثلا حتى 7 ديال الليل ولا 8 ديال الليل وراه غادي نكتبوا، حتى 8 ديال الليل وصافي راه غادي نناقشوا هذا الموضوع. صافي انت عارفه عقلك كيولي مبرمج. خصنا نعرفوا بانه العقل كيتبرمج على الروتين. داكشي باش دائما كنقول الروتين مهم. ملي صافي عقلك كيتبرمج ما غاديش تبقاو يجوك بعد الاسبوع الاول ممكن ما تلاحظيش نتيجه، ولكن ابتداء من الاسبوع الثاني ما غاديش يبقاو يجوك دوك الافكار في راسك، لانه صافي عقلك مبرمج بانه راه حنا مع 8 ديال الليل ولا 9 ولا الوقت اللي مناسب ليك نتيا راه غادي نكتبوا، غادي نجلسوا نناقشوا هذوك المشاكل اللي عندنا. ثالث طريقه هي الانتقال من الاوفر ثينكين للاوفر اكشن. عطيني شي حاجه ملي غادي يجي راسي ويبقى يعطي لي واحد الفكره ديال وراه انا خايفه مثلا في المستقبل ما ينجحش ليا هذاك البروجي الفلاني وكذا وكذا، بدل ما نبقى دائما انا عايشه في هذه الفكره هذه، غادي ننتقل لفكره شنو هما الحوايج اللي خاصني ندير باش ما نطيحش في هذاك المشكل. واخا انا كونطخ حتى هذه، ولكن المهم
شويه بشويه كنتاقل من انه من علاش طرا ليا هكا لشنو خصني ندير. قول لي اعطيني الاكشن، خليني من الهضره الخاويه. هذه حتى هي واحد الحاجه اللي هي صراحه فعاله. خصني غير نفهم بانه راه عقلي كيتبرمج وانا اللي كنبرمجو، ماشي ملي كنبقى نسمع هاد الهضره كتجينا بحال واحد الكلام اللي بعيد انه يتحقق ولا ماشي شي حاجه اللي قريبه للواقع. ولكن مع انا كونطخ انه الواحد يبقى يحكم على الحاجه. جربي وحكمي، ملي غادي تجربي هاد الحوايج وما غاديش يعطيوك نتيجه ديك الساعه حكمي عليهم. في الختام ديال هذا الفيديو بغيت غير نقول بانه ما عمرك ما غادي توصلي لواحد النتيجه ديال انه عقلك ما خدامش كاع. ما بغيناش اصلا نوصل لهاد النتيجه هذه، ولكن خاصك تكوني توصلي للنتيجه ديال انك انت اللي كتحكمي في الافكار ديالك وماشي الافكار هي اللي كتحكم فيك. تعاملي مع عقلك بحال شي بازل، سير انت هنا اجي انت هنا. مره شويه غتخرج على السيطره على حسب المود الهرمونات وداكشي، ولكن اون جينيرال كوني انت اللي كتحكمي في عقلك ماشي عقلك اللي كيتحكم فيك.